كتب علينا قتالهم الى يوم الدين. بيستعدوا بيجهزوا نفسهم، وانا حضراتكم او مش بعض الناس في مصر بيقولوا لي لا احنا عايزينها مدنيه. هي كده كده مدنيه يا جماعه. لما تيجي حضرتك تحسبها، الدوله العسكريه دي بيبقى الحاكم عسكري، الوزراء عسكريين، حتى كل المحافظين عسكريين، رؤساء الملك بتبقى كل مفاصل الدوله يحكمها العسكريين. وده نفس اللي كان هيعمله المتأسلمين في مصر. وفي خلال سنه واحده 17,000 موظف في الجهاز الاداري للدوله، ولسه حتى الان بنعاني منهم. لسه حتى الان بنعاني منهم. مشكله الجامعات المصريه يا جماعه بتتلخص في نقطه صغيره جدا، ان بعض اساتذه الجامعه ما زالوا يعملوا في الجامعات، وانا عارف بعضهم بالاسم، يعملوا في الجامعات وهم تابعين لجماعه الاخوان المتأسلمين. هي دي مشكلتنا. المشكله اللي الناس دي ما قدرتش تفهمها في المصري هي حاجه صغيره قوي. المصري ايا كان حتى لو بعيد عن ربه، لو سمع جنبه واحد قاعد بيشتم في الدين او بيعيب في الدين الاسلامي مش هيسكت له حتى لو هو بعيد عن ربه. وفي نفس الوقت لو في مصري وفي مشاكل بينه وبين الحكومه ومش واخد حقه من الحكومه وناقم على الدوله، وجي واحد من بره مصر شتم في مصر، هيقوم يهاجم. الناس دي نسيت ان احنا اجيال اتربينا على رأفت الهجان. اتربينا على ان حتى الان انا لما بسمع اغنيه موسيقى رأفت الهجان او اغنيه مصر اليوم في عيد او اي اغنيه من الاغاني الوطنيه دي، جسمي كله بيتهز. نسيوا ده وفوجئنا بواحد منهم طالع يقول ان المخابرات العامه المصريه بتدرب 300,000 بلطجي. ده غبائهم، وغبائهم اللي نحمد ربنا عليه، لان هم لو ما كانوش يتعاملوا معانا بالغباء ده كان ممكن يكونوا لسه مسيطرين علينا لحد دلوقتي. الحمد لله، الحمد لله ان ده حصل. الحمد لله ان جيشنا جيش قوي، ان جيشنا فعلا بيحب بلدنا. معلومه صغيره قبل ما اختم حديثي وقبل ما استنى اسئله حضراتكم عن الدستور. اللي عمله المجلس الاعلى للقوات المسلحه بقياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي يوم 3/7 هو انقاذ مصر من بحر الدماء. احنا كنا في ميادين مصر كلها في 30/6، غرتنا قوتنا وغرنا عددنا، وكنا خدنا قرار يوم الاثنين بالليل ان هنعلن عن 3 منصات: منصه التحرير، منصه الاتحاديه، منصه وزاره الدفاع، ان يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه هو يوم الزحف. وكنا كلنا كشباب متهور كنا ناويين نزحف على رابعه العدويه نطهرها. من وجهه نظرنا ده كان هيعمل بحر دم في مصر. عبد الفتاح السيسي واللي حواليه اللي بيفكروا فعلا في مصلحه هذه البلد